إذا متابعينا الكرام، كما تشاهدون أمامكم على الشاشة هذه المشاهد من ملعب طنجة، حيث بدأت أشغال إزالة المضمار وكذلك تغطية الملعب، هذا بالإضافة إلى عدد من الملاعب الأخرى في المملكة المغربية، وذلك تمهيدا لاستضافة كأس إفريقيا لسنة 2025، وكذلك تمهيدا متابعينا الكرام لكأس العالم لسنة 2030 لتقدم بها المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال. نعم متابعينا الكرام، الواقع والتطبيق في أرض الواقع في المغرب، في المملكة المغربية، والبكاء والأحلام والمتمنيات والعويل في حضيرة الجزائر الذين ما زالوا يتمنون على أنه تقع شي معجزة وتعطى لهم التنظيم ديال كأس إفريقيا 2025، مع العلم أن الأمور واضحة وضوح العيان. فهذه الأشغال كما ذكرنا متابعينا الكرام سوف تطبق أيضا في ملاعب أخرى في المملكة المغربية. الأشغال بدأت الآن لأنه كأس إفريقيا لسنة 2025 ما بقى له والو، وبالتالي لا بد من الشروع في التعديلات اللي غادي تعرفها بعض الملاعب في المملكة المغربية، ولا عزاء بطبيعة الحال للبكائيين وللعويل ديال الشيراطون وحضيرة الجزائر. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم.